قالوا اعلامي، ما نعرفش اللي هو اعلامي، قالوا راهو اعلامي يتحدث على تونس. قال تونس صغيره، بد ورقه صغيره. نحب نقول له زوز ملاحظات فقط. الملاحظه الاولى، انا عاده ما نجاوبوش اللي عقله صغير. الملاحظه الثانيه، تونس راهي كبيره بتاريخها. الملاحظه الاخيره، ربي يشفيك من تونس. واضح. مع انا ما عرفتكش نكون تحكي امي سالس تو كي نصي فاصل قول لي بالله فتحي حتى انا تو ناخذ باي نجاوب قال هذاك تو نجاوب تو نقول لك شكون نقول لك قال هذاك. تعرف شكون هو؟ هو لرير للدواء القديم نتاع الفريق الوطني الجزائري بالشيخ. سي ان تري غران جوور. سيد هذايا سيد تري غران جوور ان تري بتي. اي سي ان في السياق. انا شوف، لا سامحني، انا ما حب... لا في برنامج تلفزي، في برنامج تلفزي في المباشر جبد ورقه هذه الجزائر الكبيره وجبد طرف من الورقه قال هذه تونس. هذيك وقتها عتوقه يربح الجزائر وحده. انا ما حبيتش نسميه يا سامي خاطر ما يستحقش يتسمى. تري غران جوور نحيها، لانه تري غران جوور عمره ما ينجم يقول ان تريبتيمو كما هذا على. احنا هاي الكلمه، احنا هاي الجيري وراكم هنا تونس، وتحبس وحدية قياس. وحاشا التوانسه اللي صالحين واللي يعرفوا يتكلموا واللي عندهم المستوى. احنا بلاد كرة القدم، احنا بلاد كرة القدم، ما يجيش احنا في الطورة من الطورة ورواح من لي زالجيريان في لو هو نيفو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناتكم اس اي سبورت. حنا ديما غا حنا وما عندهم والو. كما قال بوتفليقة، راس المال ديال الجزائري هو الزلط والتفرعين فقط. انا كنت اعلم بان تونس او القنوات التونسية او البلد باكمله اصبح في يد الجزائر، فبالتالي ما يقدروش انهم يهاجموا الجزائر. لكن كنت متاكد بان المحللين التونسيين لن يتركوا هذا الامر يمر مرور الكرام. ووا حسرته على تونس، يا حسرته على تونس قبل ان تستعمر من هذا النظام العسكري، هذا النظام ديال الكبرانات الذي اصبح متحكم في تونس الان. بالتالي التعليمات كتجي من فوق باش ما يهاجموش اي حاجه جزائريه، ما يتكلموش بالسوء على اي حاجه جزائريه. رغم ان لو ان غير افترضوا معايا ان هذه الواقعه وقعت او هذا الكلام في قناه تلفزيه عموميه يعني كيشاهدوها الناس، يجي واحد جزائري يقلل من البلد ديال تونس. لو ان هادشي توقع قبل 2011 او قبل ما تحكم الجزائر في تونس، شنو كان غادي يكون الرد ديال القنوات التونسيه؟ لان هادشي توقع في قناه تلفزيه وعلى المباشر. تزنت ورقه كبيره وتقطع منها واحد شويه تقول هذه هي تونس وهذه هي الجزائر، حنا اكبر حنا اقوى وحنا كذا وكذا وكذا. لا حول ولا قوه الا بالله. حنا كنعرفوا التصرفات ديالهم وعارفين الاخلاق ديالهم، لكن خصهم هما يعرفوا مع من، هما خصهم يعرفوا راسهم مع من. راه فيما مشاو كينقصوا من او كيقزموا من الناس. كنتذكر انا غير في الكان ديال الكوت ديفوار فاش مشاو بقاو كينعتوا الايفواريين وداك والبلد بشي صفات. هذاك الشيء راه كارثه. وحده قالت لهم بحال اللي جينا العصر الحجري، بيبات الجزائر حنا عندنا وعندنا. اش عندكم؟ شنو عندكم؟ الصحفيين الجزائريين عاود فاش مشاو لكوت ديفوار بقاو كينقصوا من القيمه ديال داك البلد. دائما هما كيقزموا البلدان وكيحاولوا انهم يتكلموا على راسهم هما القوه الضاربه، حنا كذا حنا ما عرف شنو حنا. وما هزوا ما واحد شويه ديال داك البترول والغاز. نهار يتقاضى او العالم يستغنى وينتقل للطاقه النظيفه او الطاقه المتجدده، الساعه غادي يكبوا الماء على كرشهم. داك البترول سيروا بخروا به يشعلوا فيه العافيه ديك الساعه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لكن ان ما يحدث في تونس امر غريب جدا. كيفاش هذا البلد انبطح وسلم راسو للنظام ديال الكبرانات.
هذا النظام ديال بوبريس ديال قيس سعيد كيفاش سلم تونس كهديه للنظام ديال الكبرانات. قال لهم هاكم، ها تونس ها خذوها. لكن رغم ذلك فتحي المولدي كانت عنده الشجاعه وما خلاش هذا الامر هذا يدوز. انا كنتخيل لو ان هادشي هذا وقع قبل ما يجي هذا النظام ديال قيس سعيد، النظام ديال بوبريس، كيفاش كان غادي يكون الرد ديال القنوات التونسيه والجواب ديالهم على بن شيخ. لان هذا راه ماشي غير تقليل من تونس. نعاودوا نشاهدوا المشهد. الكلمة حنا هاي الجيري وراكم هنا تونس. راه كنظن بان شي حاجه اكثر من هكا. هذه هي الجيري وهذه هي تونس. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نجيو مثلا رياضيا، باش فايتين تونس، باش عندكم جوج القاب افريقيه صافي. تونس راه هي عندها لقب افريقي، حتى هي دات لقب ديال كاس افريقيا. باش فايتين تونس في الانديه، تونس مضاولينهم من حيث الالقاب ديال الانديه، مضاوبلين الجزائر. الجزائر عندها شي 12، تونس عندها 24 او 22 بحال هكاك، 22 لقب افريقي. ترجي كانت كتجي تلعب بالانديه الجزائريه كما بغات، كتدورهم بالكره. باش زايدين على تونس. يمكن عندكم واحد التاهل فقط مره واحده، وصلتوا للدور الثاني ديال كاس العالم في 2014 وقصاتكم المانيا. شي حاجه زايده على هذه ما كاينش في الرياضه. تونس في الرياضات الجماعيه كتسلخ الجزائر، لا في الهوند ولا في كره الطائره ولا في كره السله. هذا ما لا حول ولا قوه الا بالله. من حشرنا الله في الجوار. حنا التصرفات ديالها كنعرفوها، حنا دائما معاهم في الصراع. لكن توانسه تفاجئوا هذه المره. هذه كانت هذه واحد التصرفيقه اللي سالوا بها شهر العسل، وديك ديك المغازله اللي كانت ما بين توانسه والجزائريين، واللي انتهت في كاس افريقيا. في كاس افريقيا توانسه حينما اشادوا بالمغرب هادو ما رضاوش. حينما الجامعه التونسيه راسلت الجامعه المغربيه وشكرتها على التنظيم وعلى حفاوه الاستقبال في الاستديوهات الجزائريه، ما رضاوش وتكلموا عليها. قالوا كيفاش تونس، كيفاش تشكروا المغرب، كيفاش تشكروا المغرب. لا حول ولا قوه الا بالله. تما فين بدا المشكل، هو غادي وكيتفاقم. لكن ذاك النظام اللي عنده في تونس نظام كارثي هو اللي خرج على تونس. فهذا ما كان متابعينا الكرام، ما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد ديال اس سبورت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.